ازاي تخطط للسنه الجديده وتحدد اهدافك بوضوح؟ طيب اول حاجه، كل سنه طبعا بنقول السنه اللي جايه هتكون احسن، وتيجي السنه اللي جايه ونعيش نفس اللي فات تقريبا بنفس العادات بنفس التقاليد. ما تتوقعش انك تعمل حاجه بنفس الطريقه بنفس كده وتتوقع النتيجه مختلفه بشكل او باخر. المشكله مش في السنه ومش في التوقيت ومش في الوقت، المشكله اننا بندخلها دايما من غير خطه، من غير تخطيط ومن غير اهداف. لو عايز سنه مختلفه فعلا لازم تدخلها بعمل وبطريقه وبشكل مختلف. طيب التخطيط ده مش رفاهيه، عشان بس في ناس تقول لك نقعد نخطط نكتب كتير وما نعملش حاجه. لا، التخطيط ده هو الفرق بين واحد عايش بالصدفه كده في حياته وواحد ماشي على طريق واضح ومخطط له كويس جدا. تعالى اقول لك خطوات بسيطه قوي لو عملتها بصدق فعلا سنتك الجايه ان شاء الله هتتغير تغيير جذري. اول خطوه، راجع اللي فات بسرعه قوي. امسك كده ورقه وقلم قبل ما تبص طبعا لقدام، بص ورا عشان تعرف ايه اللي حصل. اسال نفسك كده ايه اللي نجح وايه اللي فشل وايه اللي فرحني وايه اللي استفزني او استنزفني بشكل او باخر. اللي ما بيراجعش نفسه بيكرر نفس الغلط وهو فاكر انه بيتقدم. اكتب 3 حاجات عايز تكملها و3 حاجات اللي لازم توقفها نهائيا. الخطوه 2، اختار 3 اهداف بس. 3 اهداف بس. اكبر غلطه انك تكتب 20 هدف و30 هدف و40 هدف وما تحققش ولا واحد. لا، اختار 3 اهداف اساسيه للسنه، ومثلا صحه، شغل، فلوس، دين، تطوير ذات، ايا كان، وخليهم واضحين وواقعيين وقابلين للقياس، انك تقيس مدى تطورك وتحقيقك ليهم يعني. مش فكره كلام جينيريك عايز انجح وكده، لا، لكن عايز ازود دخلي مثلا 30%. حط نسب، حط ارقام. مش فكره عايز ابقى احسن وخلاص، لا، هقرا كتاب كل شهر فبكده هتطور واطور ذاتي وابقى احسن وافضل. خطوه 3، كسر الهدف ده لخطوات صغيره او لاهداف صغيره. الهدف الكبير دايما بيخوف، انما الخطوه الصغيره بتتعمل وانت مش حاسس، وخطوه ورا خطوه تلاقي نفسك بتوصل بشكل واضح للهدف الكبير ده. لو هدفك صحه 30 دقيقه مشي 4 ايام في الاسبوع مثلا. لو هدفك شغل، مهاره جديده كل شهر بتضيف لك حاجه جديده. لو هدفك دين وقرب من الله سبحانه وتعالى، ورد قران يومي، صرفت وقتها حاجات زي كده تقربك برضه من ربنا سبحانه وتعالى. الاستمراريه دايما في الحاجات الصغيره قوي بتعمل معجزه في الكبير، تلاقي نفسك وصلت في الاخر. خطوه 4، خطط بقى اسبوعيا مش سنويا وبس. يعني انت عملت خطه للسنه حلوه قوي، كل اسبوع امسك كده ايه اهدافك وحددها كده بالايام بمهام يوميه علشان تعرف تنجز، وتلاقي نفسك يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر عمال فعلا تنجز خطوات كبيره ناحيه اهدافك اللي انت هتحقق يعني خططت لها دي. مش كفايه ان انت تقعد تكتب اهداف السنه وبس وتسيبها، اعمل كل اسبوع 3 مهام مهمه ايا كان. راجع اخر اسبوع عملت ايه، اثرت في ايه، 10 دقائق كل اسبوع تحافظ بيهم على اتجاهك وبوصلتك اللي انت حددتها طوال السنه. خطوه 5، حضر للعقبات. يعني جهز نفسك ان في عقبات، قول لنفسك من دلوقتي هتعب، هكسل، هزهق، هقع، هقوم تاني وما الى اخره. اسال لما هزهق هعمل ايه ولما اقع اقوم ازاي. دي فكر فيها كويس. اللي يخطط من غير ما يحسب التعب بيستسلم للاسف اول ما بيتعب. حط بديل دايما، ما تحطش خطه انسحاب. خطوه 6، خليك دايما قدام حد. يعني قول اهدافك دي لحد بتثق فيه قوي، او اكتبها قدامك، خليها قدامك دايما، او سجل لنفسك فيديو بشوفه اخر السنه، او شوفه لما تضعف او لما تقع لا قدر الله. لما يبقى قدامك حد او قدامك نفسك كده بتكلمك كأن ضميرك بيصحي حاجه جواك. السنه الجديده مش هتغيرك الا